ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده نحل كتاب المعاصر على الدرس الرابع. الدرس الرابع فيه الباب الاول 2025. يلا نبدا في السؤال الاول. بيقول لك الكتروني المستوى الفرعي 3s يختلفان في ايه؟ طبعا عندك 3s فيها 2 الكترون، هما نفس ايه عدد الكم الرئيسي، نفس عدد الكم الرئيسي 2 3. البرنسبل بتاعهم او عدد الكم الرئيسي بتاعهم 3. عدد الكم الثانوي، عدد الكم الثانوي اللي هو ال L، فال L الاتنين بتاعتهم بزيرو. عدد الكم المغناطيسي اللي هو ال ML، فالاتنين ML بتاعتهم بزيرو. لكن هم مختلفين في عدد الكم المغزلي، هتلاقي الكترون باص لفوق والكترون باص لتحت، فهتكون إجابة رقم د. إجابة رقم د. السؤال التاني، أي العبارات دي صحيحة؟ يمكن أحيانا تحديد مكان وسرعة الإلكترون معا بدقة في نفس الوقت. لا طبعا غلط. احجام اوربيتالات الذره الواحده متماثله؟ لا طبعا. ازاي؟ لا طبعا. انت عندك مثلا احجام الاوربيتال، طبعا حجم الاوربيتال مثلا بتاع 1 اس غير حجم الاوربيتال بتاع 2 اس، حجم الاوربيتال بتاع 2 بي غير 2 اس، ففي اختلاف في السايز او في الحجم بتاع اعداد حجم يعني بتاع الاوربيتال بتاع الذره، فطبعا هتكون دي غلط هي كمان. رقم ج، يزداد تواجد الالكترون في الفراغات؟ لا طبعا، ده بيزداد في الاوربيتال لكن مش في ايه، مش في الفراغات، فطبعا دي برضو غلط. الإجابة رقم د هي صح. لا يتفق الإلكترونين ذرة الهيليوم في نفس أعداد الكم الأربعة زي ما قال لنا العالم باولي، هتكون الإجابة رقم د. تلاتة بيقول لك ايه؟ بيقول لك إذا وجد الإلكترونين اللي هما نفس الأربعة الكم الأربعة، ماشي، فالإلكترونين دول ايه؟ لو هما نفس الكم الأربعة يبقى لازم يكونوا نفس المستوى ونفس عدد الكم الثانوي والمغناطيسي والمغزلي. فلازم عشان يحصل الكلام ده كله لازم يكونوا نفس السب ليفل ونفس كل حاجه، لازم يكونوا نفس عدد الكم الرئيسي وعدد الكم الثانوي ونفس كل حاجه. مثلا لازم يكون الالكترونين دول مثلا واحد اس 1 وواحد اس 1 برضو، لازم يكونوا كده. فامتى تتحقق الحكايه دي؟ امتى يكون واحد اس 1 وواحد اس 1؟ دي تتحقق عندما يكونوا ايه، ذرتين عنصرين مختلفين. اما يكونوا عنصرين مختلفين فممكن تلاقي انهم فيهم واحد اس 1 وواحد اس ايه 1، ففي هذه الحالة هيكونوا نفس الاربعة الكم الرئيسي، نفس اعداد الكم الاربعة، هتكون الاجابة رقم ب. الكترونان اللذان هما نفس قيمة الام اس والال في نفس الذرة، لا هما نفس ام اس والال. يعني ايه نفس الام اس ونفس ال؟ طالما نفس ال يبقى يبقى نفس ايه، يبقى نفس السب ليفل او نفس عدد الكم ايه الثانوي، يبقى كده نفس عدد الكم الثانوي. طب عدد الكم الثانوي، ماشي تمام. تعال شوف الاختيارات. مستوى فرعي واحد ولكن اوربيتالين مختلفين. مستوى فرعي واحد صح، نفس ايه، نفس مستوى فرعي، نفس المستوى ايه الفرعي، تمام. ونفس لكن اوربيتالين مختلفين، هي دي الاجابه الصحيحه. ليه؟ لان انت عندك الام اس لازم يكون الكترون باص لفوق والكترون باص لتحت، تمام. فلو هما نفس الاوربيتال هيكونوا الام اس بتاعتهم مختلفه، لكن لازم يكون اوربيتالين مختلفين عشان الاتنين يكونوا نفس ايه الام اس. وطالما نفس ال يعني مثلا لو قلت لك ال مثلا ايه بزيرو، فالاتنين هيكونوا نفس ال نفس المستوى الفرعي اللي هو المستوى الفرعي اس، يبقى كده الاجابه تكون رقم ا. السؤال رقم 5، تختلف قيم عدد الكم المغزلي تمام لإلكترونات الأوربيتالات المستوى الفرعي عندما يصبح عدد الإلكترونات إيه؟ طبعا عشان يختلف عدد الكم المغزلي لازم يكون عدد الإلكترونات أكبر من عدد الأوربيتالات. أنت عندك مثلا أوربيتال بي اللي عندك فيه 3 أوربيتالات، أنت عندك المستوى الفرعي بي بيكون فيه 3 أوربيتالات، ممتاز جدا. فلازم عشان خاطر عدد الكم المغزلي يكون مختلف لازم يكون ايه عدد الالكترونات ايه اكتر من الاوربيتال، عشان واحد يبص لفوق وواحد يبص لتحت، واحد يبص لفوق وواحد يبص لتحت، فيكونوا ايه مختلفين في عدد الكم ايه المغزلي. فاختار الاجابه اللي بيقول لك ان عدد الالكترونات اكبر من عدد الاوربيتالات، فتكون الاجابه رقم بي. السؤال رقم 6 بيقول لك ان زائد ال، ان زائد ال طبعا دي معروفه اللي تعبر عن طاقه المستوى الفرعي، فتكون الاجابه رقم الف. السؤال رقم 7 بقول لك عند امتلاء المستوى الفرعي 3D بالالكترونات، فين الالكترون الجديد اللي هيخش ايه؟ انت عندك كنا قايلين 1s2 اس بس 2s2 2b6 3s2 3s2 3b6 4s2 4s2. بعد كده نكمل فوق هنا 3d، بعد 3d هيكون ايه؟ هيكون 4b. فبعد 3d هنملى على طول اللي بعدها ايه؟ هي 4b، فالاجابه هتكون 4b اللي هي رقم ب.
رقم 8 بيقول لك اذا كان مستوى الطاقة الفرعي دي ما يحتوي على 8 الكترونات، فعايز عدد اوربيتالات النصف ممتلئة. طب تعالى كده، عندك الدي بيكون فيه كام اوربيتال؟ الدي بيكون فيه 5 اوربيتال. ماشي، 1 2 3 4. هو فيه 8 الكترونات. تعال نوزع فرد الاول اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8. النصف ممتلئ اللي هم ايه؟ اخر 2 اوربيتال، فهيكونوا عدد الاوربيتالات النصف ممتلئة هم 2. هتكون الاجابة رقم ب. نخش بعد كده على السؤال رقم 9. بيقول لك ما عدد اوربيتالات تامة الامتلاء في ذرة ال C6. طب تعالى نوزع السي، هتلاقيه 1s2 2s2 2b2. تمام. وعايزة ايه التامة الامتلاء؟ عدد الاوربيتالات التامة الامتلاء. انت عندك في اوربيتال في الاس الاول مملي، واوربيتال في الاس التاني برضو ايه مملي. هل البي في حاجة مملية؟ لا، البي هتلاقي ايه الكترون هنا والكترون هنا، مفيش حاجة فيه مملية. فعدد الاوربيتالات المكتملة او ممتلئة هما الاتنين بس، اللي هما 1s2 و 2s2. تمام. فتكون اجابة رقم ب اللي هما 2. السؤال رقم 10 بيقول لك عدد كل الاوربيتالات النصف ممتلئة في الاف. طب تعالى نوزع الاف كده، 1s2 2s2 2b. انت عندك هنا 4، يبقى هنا هتحط ايه 5. تمام كده. فاف 9 عايز عدد الكل الاوربيتالات النصف ممتلئة. انت عندك ده مكتمل وده مكتمل، مش هنحسبهم. تعال نشوف في البي كام عدد ايه النصف ممتلئة. هنوزع اول حاجة فردي 1 2 3، بعد كده تبدأ تجوزهم كده 4 5. هيبقى واحد بس هو ايه، واحد بس هو النصف ممتلئ في الاوربيتالات، فتكون اجابة رقم الف. سؤال رقم 11 بيقول لك اي المستويات الفرعيه الاتيه والاقل في الطاقه. عشان خاطر نحل السؤال ده افرض ال n باي رقم. فانا افرض مثلا ال n مثلا ب 5. فتعالى كده، اول سؤال هيكون 5s. رقم ب n ناقص 1 يبقى 4b. رقم ج 5 ناقص 2 3d. رقم د اللي هو هيكون 2b. فأني من دول هو أقل في الطاقة؟ طبعا الأقل في الطاقة هو 2b فيهم، فهتكون الإجابة رقم د. السؤال رقم 12 طبقا لمبدأ البناء التصاعدي. يعني ايه مبدأ البناء التصاعدي؟ مبدأ البناء التصاعدي ده اما احنا اما نيجي بنملى اي مستوى فرعي، بنملى الاقل في الطاقة الاول، بعد كده الاعلى في الطاقة. هو ده مبدأ البناء التصاعدي. فالإجابة رقم أ، من المستحيل تحديد مكان وسرعة الجسيمات. طبعا ملهاش أي علاقة بمبدأ البناء التصاعدي. رقم ب الإلكترون يشغل الأوربيتال الأقل الطاقة أولا. هو ده الإجابة الصحيحة، إن بنملى الأقل في الطاقة الأول، بعد كده الأعلى في الطاقة. بنملى الأقل في الطاقة مثلا 1s، بعدها 2s، بنملى من الأقل في الطاقة للأعلى في الطاقة، فهتكون الإجابة رقم ب. سؤال رقم 13 بيقول لك أيهما يكون أسهل فقد إلكترون، من 3D ولا من 4B؟ طبعا عشان نفقد إلكترون الاسهل اللي احنا نفقد منه الكترون الاقل في الطاقه. الاقل في ايه في الطاقه. فمين فيهم اقل في الطاقه؟ الاقل في الطاقه فيهم طبعا هيكون ايه. انت لو جيت مثلا تحسب ان زائد ال هتلاقي هنا 4، وهنا ان زائد ال هتلاقي هنا 5. فالاقل في الطاقه هو ال 4s. تمام، هي 4s هو الاقل في الطاقه. فكده الاسهل اللي تفقد منه الالكترون هو 4s. فطبعا ب غلط وده غلط. هل 4s اقرب الى النواه ولا ابعد عن النواه؟ طبعا 4s ابعد عن النواه، فتكون الاجابه رقم ج. طب هو ليه ابعد عن النواه؟ انت عندك كده ده المستوى الاول التاني التالت الرابع. انت عندك هنا بيكون ال 3 دي، وهنا هي في المستوى ده بيكون ال 3 دي، والمستوى الرابع هيكون ايه ال 4 اس. فال 4 اس هو ابعد عن ايه، ابعد عن النواه، فعشان كده اخترنا الاجابه رقم ج. رقم 14 بيقول لك مع الالكترونات التي لا عدد كم ام ال بزيرو والكوبالت دوت. تعال نوزع الكوبالت، هتلاقي اللي هنوزعه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d7. تمام، ده الكوبالت. هو فقد منه، هو ايون، فقد منه 2 الكترون. فاحنا هنفقد 2 الكترون منين؟ من ال 4s2. طب ليه من ال 4s2؟ انت لما تيجي تفقد الكترون بتفقده من الابعد عن النواه. فانت عندك الدي بيكون في المستوى الثالث اللي هو دوت، الدي هنا كده، والاس بيكون هنا في المستوى الرابع، الاس بيكون هنا كده. فهنفقد الالكترون من المستوى الابعد عن النواه ولا الاقرب للنواه؟ طبعا الابعد عن النواه اللي هو المستوى دوت، فعشان كده فقدنا من ال 4s2. ماشي. هو عايز ان الام ال بتاعتها بزيرو. طب الام ال بتاعتها بزيرو دي ايه؟ في الاس ام ال بتاعتها بزيرو.
ماشي. البي في النص بيكون الام ال بتاعتها بزيرو. انت عندك البي بيكون كده، بيكون هنا سالب واحد وفي النص زيرو وهنا واحد. تمام. الدي بيكون عندك برضو في النص الام ال بتاعته بزيرو. عندك كده بيكون بالشكل ده، بيكون هنا ب سالب اتنين وهنا باتنين زيرو اتنين واحد، فبرضو عندك اللي في النص ده الام ال بتاعتها بزيرو. تمام. فتعال يلا نجمعهم. عندك 2 الكترون في الاس، يبقى 2 الكترون في الاس بلس 2 الكترون في الاس دي، يبقى بلس 2 الكترون في الاس دي بلس 2 الكترون برضو في البي، يبقى بلس 2 الكترون اللي في البي بلس 2 الكترون في الاس، يبقى بلس 2 الكترون في الاس. تمام. بلس ال 2 الكترون اللي في البي هنا زائد ال 2 الكترون اللي في البي هنا. تمام. زائد بقى ايه 3 دي 7. فاحنا لما تيجي نوزع 3 دي 7 كده، هو عندك 5 اوربيتال 1 2 3 4، نوزعه فرد الاول كده 2 3 4 5 6 7. فانت عندك اللي بزيرو دوت اللي هو اللي في النص ده فيه الكترون واحد بس، يبقى هيكون بلس واحد. تمام. تمام. يبقى انت عندك هنا 6 8 10 وواحد يبقى 11، فهتكون إجابة د اللي هي 11 إلكترون. سؤال رقم 15 بيقول لك مجموع عدد الأوربيتالات الممتلئة بالإلكترون في المستوى M و L. طب بالراحة كده، أنت عندك تعال نوزع الأرجون. الأرجون لما أنت تيجي توزعها هتلاقيه 1s 2 2s2 2b6 3s2 3b6. ده كده توزيع الأرجون. ممتاز جدا. فعايز اللي في الام والال. انت عندك كده بيكون كده بالشكل ده، عندك كي ال ام. فال والام اللي هو في المستوى التاني والتالت، فاللي في المستوى الاول ده مش هنحسبه كده. ماشي. وعايز عدد ايه الاوربيتالات الممتلئه بالالكترون. ماشي. انت عندك في اوربيتال واحد في ال 2 اس 2 وثلاث اوربيتالات في ال 2 بي 6. تمام. واوربيتال واحد في 3 اس 2 وثلاث اوربيتالات في 3 بي 6. فتعالى نحسب. عندك هنا واحد وتلاتة يبقى أربعة، وواحد يبقى خمسة وتلاتة يبقى تمانية، فتكون تمانية الإجابة رقم ب. سؤال رقم 16 أي مما يأتي يمثل أعداد الكم الإلكترون الأخير في ذرة الهيدروجين. تعال نوزع الهيدروجين ونشوف الإلكترون الأخير إيه حكايته. 1s2 2s2 2p4. تعال نشوف الإلكترون الأخير اللي هو هيكون وزع فرد الأول، بعد كده نبدأ نجوزه اللي هو الإلكترون الأخير اللي هو الإلكترون ده. أول حاجة ال N بتاعته ب2 عشان هو في المستوى التاني. ماشي. ال B بتاعته بكام؟ ال L بتاعته ب1 عشان هو في ال B. تمام. ال ML بتاعته بكام؟ هو موجود في أول واحد. في أول واحد بيكون إيه؟ بيكون سالب واحد 0 1، فهو موجود في ال ML اللي هي سالب واحد. تمام. وموجود في ال MS اللي هي إيه؟ هو باص لتحت فيكون سالب نص، فيكون إيه؟ سالب نص. فاللي بيقول كده الإجابة رقم د، فهيكون الإجابة رقم د. سؤال رقم 17 أي مما يأتي يمثل أعداد الكم الإلكترون الأخير الأعلى طاقة في الفاناديوم. تعال نوزع الفاناديوم. هتلاقيه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d3 في الآخر. تمام. فأنت عندك 3d3 فهو يكون في ال N بتاعته كام؟ ب3. تمام. تعال كده وزعه. انت عندك في 5 اوربيتال 1 2 3 4، في الكترون هنا والكترون هنا والكترون هنا عشان هما 3 الكترونات، فالاخير اللي هو موجود في الحته دي كده. ماشي. تعالى نوصفه. هو في الان 3، فالاجابه دي ودي غلط. ال بتاعته ب2 والام اللي بتاعته ايه بزيرو عشان هو واقف في النص. طب هو بص لفوق ولا لتحت؟ بص لفوق، فهتكون ايه؟ هتكون ب موجب نص، هي الاجابه رقم ا. سؤال رقم 18 أي مما يأتي يمثل أعداد الكم الإلكترون التاسع عشر. إلكترون إيه؟ الإلكترون التاسع عشر في ذرة الكروم. طب تعال نوزع الكروم كده بكل بساطة. الكروم هتلاقيه 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d4. ده كده توزيعه. طب تعال نشوف الإلكترون رقم 19 اللي هو أنهي. تعال عندك 2 و2 و6 10 و2 يبقى 12 و6 يبقى 18، وهناخد واحد من هنا و6 قصدي. على كده 2 و2 4 و6 10 12 12 و6 ايه 18، وعايز ايه التاسع عشر. يبقى الإلكترون ايه اللي في الفور اس 1 هو ده الايه التاسع عشر. طب تعالى كده نشوف ال N بتاعته بكام؟ بأربعة، يبقى الإجابة ألف وب غلط. ال L بتاعته بكام؟ هتكون بزيرو لأن هو إيه في الفور اس، إن هو اس وال L بتاعتها بزيرو، فهتكون الإجابة رقم ج. 19 أي مجموعات أعداد الكم التالية تكون الإلكترون المفرد في عنصر إيه الجاليوم. تعال نشوف طيب إيه هو الإلكترون المفرد في عنصر الجاليوم.
انت عندك 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d 10 و 4b1. ده كده التوزيع. فالالكترون المفرد اللي هو في ال 4b1 ماشي. ال n بتاعته بكام؟ ب4. فطبعا الاجابه الف غلط عشان قال لك ال n ب3. ال بتاعته بكام؟ ال بتاعته ب1 عشان هو في البي. ال بتاعته ب1 فتكون الاجابه رقم ج هي الاجابه الصحيحه. سؤال رقم 20. اي الالكترونات التي تحمل اعداد الكم الاتيه تكون اكبر طاقه؟ يعني ايه اكبر طاقه في دول؟ تعالى كده، انت عندك ال n بكام؟ ب3 وال ب2، يبقى ده هو بيتكلم على 3d. رقم ب ده 4 وال ب2 يبقى هو بيتكلم برضو على 4d. رقم ج هو 4 تمام، وال بتاعته ب1 يبقى بيتكلم عن 4b. رقم 5 وال ب0 يبقى بيتكلم عن 5s. أنهي من دول أعلى في الطاقة؟ طبعا أعلى في الطاقة فيهم هو ال 4d. لو جيت اس بس هتلاقي إن ب هي الإجابة الصحيحة. رقم 21 بيقول لك ما عدد الإلكترونات التي تحمل عدد الكم الرئيسي N4 في ذرة البوتاسيوم؟ تعال نوزع البوتاسيوم كده، هتلاقي إن هي 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s1. تمام. فالN بتاعتها ب4. أنهي واحد N بتاعته 4؟ هنا 3 3 2 2 2. فالوحيد اللي هو 4s1. يبقى كام إلكترون في ال N؟ بيساوي 4. طبعا هيكون إلكترون واحد اللي هو في ال S. سؤال رقم 22 بيقول لك ما عدد الإلكترونات التي يتساوى فيها ML مع L؟ طب تعالى كده نوزع بكل بساطة ال X5. تعالى X15 قصدي. تعالى نوزعه تحت هنا 1s2 2s2 2b6 3s2. انت عندك كده 4 10 12 يبقى 3b هنا يكون 3. تمام كده تمام. وزعنا ال15. عدد الالكترونات اللي يساوي قيمتي ml وال L. ماشي. انت عندك 2 الكترون هنا في الاس بيساوي قيمتين L و ml، و2 الكترون برضو هنا. تمام. وعندك 2 الكترون برضو هنا. تمام. عندك برضو 2 الكترون في ال 2b6. 2 الكترون اللي انت عندك 2 الكترون اللي هما اللي في النص، هتلاقي برضو ان ال بتاعتهم بزيرو والام ال بتاعتهم بزيرو. قصدي هتلاقي ان البي بتاعتهم بي 1، وكمان هتلاقي ان الام ال بتاعتهم بكام؟ ب -1، او هتلاقيها 1 زيه، نفس قيمتين الام والام ال. فعندك في 2 الكترون في 2 بي 6 هنا، وعندك في هنا هيكون الكترون واحد بس. فتعال نجمعه 2 و2 4 و2 6 و2 8 و1 يبقى 9 الكترون. هتكون اجابة رقم ج. يا رب تكون وصلت. هتكون الاجابة كده رقم ج. نخش على بعده. بيقول لك ان عندك في الجدول المقابل، يوضع عدد الإلكترونات الموجودة في المستويات الفرعية. هو عايز مع عدد الإلكترونات التي يكون عدد الكم بتاعتها ال B1. يعني ايه L1؟ يعني B. ماشي. شوف عدد الإلكترونات اللي موجودة في البي، هما 20 إلكترون. فأنت عندك 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2. ده كده التوزيع بتاعك. كم إلكترون موجود في البي؟ في 6 هنا و6 هنا، يبقى 12 إلكترون بس. رقم 24 بيقول لك ما عدد الذري لعنصر تشغل الكتروناته 8 اوربيتالات. طب تعال نشوف 8 اوربيتالات. 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6. تعال نشوف كده. تعال عندك واحد في الاس وواحد في الاس وتلاتة في البي وواحد في الاس وتلاتة في البي. تعال نشوف يلا دول 8 اوربيتالات ولا ايه؟ طب تعالى كده نشوف. عندك هنا تعالى نغير اللون. تمام. عندك هنا كده في 2 الكترون، يبقى ده كده اوربيتال واحد، ده كده اوربيتال التاني، وتلاتة يبقى كده 5 اوربيتالات، وواحد يبقى 6 اوربيتالات، واتنين من هنا يبقى كده هما 8 اوربيتالات لحد هنا كده. تمام. فيهم كام الكترون؟ عندك في 2 الكترون هنا و2 الكترون هنا و6 الكترون هنا و2 الكترون هنا، وفي الكترون هنا والكترون هنا، في واحد هنا وواحد هنا. هما بيتوزعوا فرد الاول، وهو 8 اوربيتالات يبقى لحد الحته دي كده. فتعال نجمع 4 10 و2 12 و2 يبقى 14. فتكون الإجابة 14 إلكترون.
السؤال رقم 25 بيقول لك أي مما يلي يعبر عن عدد الأوربيتالات تامة الامتلاء في أحد العناصر. بص كده عشان تعرف أما يكون مديك عدد الأوربيتالات تمام، وعايز العدد الذري، فانت تضرب عدد ايه الاوربيتالات في 2 عشان خاطر يطلع لك العدد الذري، ان كل اوربيتال بيكون فيه ايه 2 الكترون، فاضربه في 2 وشوف انهي الاجابه الصحيحه. 9 في 2 لا مش 25، 10 في 2 ب20 هي دي الاجابه الصحيحه. السؤال رقم 26 بيقول لك يتساوى عدد الاوربيتالات النصف ممتلئه مع عدد الكم فاني واحد. طب تعالى نجرب في الاختيارات. عايزين عدد النصف ممتلئ مع عدد ايه مع عدد الكم الرئيسي. تعال نشوف في ان 7، فانت هتوزع تلاقي 1 اس 2 2 اس 2 2 بي كام، انت عندك هنا 4 يبقى 2 بي 3 تمام. فتعالى البي هتلاقي ان البي كده هنا 1 2 3، هتلاقي فيه 3 نصف ممتلئ. طب ماشي، طب عدد الكم الرئيسي بكام؟ ب2، فطبعا مش بيساوي بعض، فهتكون الاجابه دي خاطئه. تعال نشوف نشوف الاكسجين 8. الاكسجين 8 تعال نوزعه هتلاقي ان هو 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 4. فتعالى البي كده فيها 3 اوربيتالات، هتوزع فرد الاول 1 2 3 4، فعدد النصف ممتلئ 2 ماشي 2 اهو على النصف ممتلئ 2، وهو في عدد الكم الكام؟ هو في عدد الكم الرئيسي بتاعه 2 برضو، فطبعا هي دي الاجابه الصحيحه ان النصف ممتلئه بالالكترونات مع عدد الكم الرئيسي متساويين في الاكسجين. سؤال رقم 27 بيقول لك ما عدد الإلكترونات التي يمكن أن يكون لها عدد الكم المغناطيسي 3 ماينس 3 في 4F9. طب تعالى كده، انت عندك الاف فيها كام اوربيتال؟ فيها 7 اوربيتالات 1 2 3 4 5 6 تمام. طب تعالى نوزعهم كده، هتحط هنا 2 3 4 5 6 7. تعالى بقى نجوز 8 9 كده ممتاز جدا. فانت عندك هنا 3 ماينس 3 ماينس 2 ماينس 1 0 1 2 3 تمام. فماينس 3 فيه كام الكترون؟ طبعا فيه 2 الكترون بس، فهتكون الاجابه اللي هي 2 الكترون. ليه الاجابه رقم ب. 28 بيقول لك عنصر عدد الالكترونات في غلاف تكافؤه يساوي عنصر عدد الالكترونات في غلاف تكافؤه، يعني ايه؟ يعني في المستوى الاخير بتاعه، في اخر الالكترونات في اخر مستوى فرعي، بيساوي عدد المستويات الطاقة والمستوى الطاقة الفرعية وعدد الأوربيتالات. طب تعالى كده نحله ببساطة. هنجرب واحد واحد. تعالى نوزع الليثيوم 1s2 2s1. فانت عندك اخر واحد كام الكترون؟ في واحد الكترون بس. هل الواحد الكترون ده هو نفس العدد الطاقة الرئيسي اللي هو الاتنين؟ لا، واحد مش نفس الاتنين، فالليثيوم غلط. تعالى الهيليوم 1s2، فانت عندك فيه 2 الكترون تمام. هل 2 الكترون هو نفس عدد الطاقة الرئيسي اللي هو الواحد هنا؟ لا طبعا مش نفس عدد الطاقة الرئيسي، فالهيليوم غلط. تعال نوزع البريليوم 1s2 2s2، فانت عندك فيه 2 الكترون ماشي، وعدد الكم ايه؟ عدد الطاقة الرئيسية 2 برضو، فدي صحيحة. طب هو عدد مستويات الطاقة الفرعية؟ صح، ان عدد مستويات الطاقة الفرعية 2 1s2 و 2s2، فطبعا بتساوي 2 لعدد الالكترونات. طب عدد الاوربيتالات هو نفس عدد الاوربيتالات، ان في اوربيتال واحد في اس واوربيتال واحد في اس التانية، يبقى كده 2 اوربيتال مع 2 الكترون متساويين، فتكون الاجابة رقم ج. رقم 29 بيقول لك في ذرة عنصر الحديد يتساوي عدد الاوربيتالات النصف ممتلئة مع أعداد الكم الأربعة لأبعد إلكترون على النواة، أي مما يأتي يعبر عن عدد الكم هذا. طب تعالى كده ببساطة، هتوزع انت ال اف اي، فنيجي نوزع ال اف اي هتلاقي اللي هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3da6 تمام. ده كده توزيعه. فبيقول لك عدد الاوربيتالات النصف الممتلئه. تعالى كده نشوف عدد الاوربيتالات النصف الممتلئه، هتلاقيها في الدي 1 2 3 4. ده توزع 1 2 3 4 5 6. النصف الممتلئ 4، يبقى النصف الممتلئ كده ايه 4 تمام، مع اعداد الكم الأربعة لأبعد إلكترون على النواة. طب مين أبعد إلكترون على النواة؟ أبعد إلكترون على النواة هو الإلكترون بتاع ال 4s2. ليه؟ لان انت عندك الالكترون بيكون في الفور تمام، لكن الدي بيكون في الثري، فالفور اس 2 هو ابعد الكترون على النواه اللي موجود في المستوى ايه الرابع تمام. يبقى الفور
بتاعت النصف الممتلئة بتساوي عدد الكم الرئيسي لأبعد إلكترون عن النواة، بتساوي عدد الكم الرئيسي إن هو برضو إيه في الرابع، في الكم الرئيسي الرابع وهما 4 أوربيتالات نصف ممتلئة، فتكون الإجابة رقم أ. رقم 30 مع عدد إلكترونات المستوى الطاقة اللي قبل الأخير في عنصر عدده 28. طب تعالى نوزعه، هتلاقي إن هو 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6 4s2 3d8 8. تمام. طب بص بقى، اللي قبل الأخير مستوى الطاقة اللي قبل الأخير هنا هو إيه أعلى مستوى طاقة هنا إيه؟ أعلى مستوى طاقة اللي هو الأربعة اللي هنا. المستوى اللي قبل الأخير اللي هو كام؟ اللي هو التلاتة. عد الإلكترونات اللي في المستوى إيه؟ التالت. تعالى نعد الإلكترونات اللي في المستوى التالت. عندك ده 2 1 مش معانا لأ، وده 2 برضو مش معانا. المستوى التالت أهو، أول حاجة 2 إلكترون اللي في 3s2، وعندك 6 إلكترون في 3b6 يبقى 6 إلكترون، وعندك إيه تاني؟ وعندك 8 إلكترونات في إيه؟ في الدي، يبقى كده عدهم، يبقى كده 16 إلكترون. هتكون الإجابة رقم د. سؤال رقم 31 بيقول لك ما التركيب الإلكتروني لمستوى الطاقة الخارجي الثالث لذرة مستقرة 7 إلكترونات. تعال نشوف إيه هو التوزيع الصحيح. هو أول حاجة 3s2 3b6 لأ طبعا غلط. إزاي 3s1 وال 3 بتتملي ب2؟ تعالى رقم بي 3s1 برضو نفس الخطأ. تعالى هنا 3s2 3b5 دي الإجابة الصحيحة مفيهاش أي خطأ. لكن لو جيت لي بعدها هتلاقي 2b4 والبي بيتملي ب6، فالمفروض يكمل الإلكترونات عشان بيقولك ذرة مستقرة. لكن لو ذرة مثارة، هو معناها الذرة المثارة إن الإلكترون ينتقل من مستوى لمستوى نفس إيه رقم دي كده ونفس رقم ب كده. إن مثلا 3s1 الإلكترون بتاعها انتقل لمستوى أعلى، دي كده تسمى ذرة مثارة. هنا الإجابة رقم ج. الذرة المثارة هو زي ما قلت لك أهو، الإلكترون بينتقل لمستوى أعلى. هنا مفيش إلكترون انتقل لمستوى أعلى، هنا برضو مفيش إلكترون انتقل لمستوى أعلى. هنا 1s2 2s2 2b2 انتقل للمستوى أعلى اللي هو إيه 3s1، فهي دي الإجابة الصحيحة، هتكون رقم ج. رقم 33 بيقول لك ما التركيب الإلكتروني لعنصر النيتروجين لقاعدة هون. تركيب إلكتروني، فأنت هتوزع النيتروجين هتلاقيه 1s2 2s2 2 هتلاقيها 2b3. ال 2b3 دي هتلاقيها 2b1 في الاكس و 2b1 في الواي و 2b1 في الزد، لان انت عندك البي في 3 اوربيتالات. الاوربيتال الاول اسمه بي اكس، اوربيتال التاني اسمه بي واي، والاوربيتال التالت فيه اسمه بي زد، فتكون الاجابه رقم ج. سؤال رقم 34 التوزيع الإلكتروني في مستوى الطاقة الأخير لذرة الأكسجين. أول حاجة لازم نملى فردي الأول، في هنا مملاش فردي الأول فغلط، وهنا برضو المفروض ده يكون عكس التاني فهنا غلط، وهنا برضو المفروض دوت يكون باص لفوق فبرضو هنا غلط. هي دي الإجابة الصحيحة اللي هي رقم د متوزعة صح. 35 بيقولك وجود 3 إلكترونات مفردة. مين اللي قالك إن في إلكترونات مفردة تملى الأول فردي؟ طبعا هو العالم هوند، فهتكون رقم ب. ايه من دول يخالف باولي؟ طب باولي قال لك ايه؟ باولي قال لك مستحيل 2 الكترونز، مستحيل 2 الكترون يكون نفس ايه عدد الكم الرئيسي او اعداد الكم الاربعه. يعني مستحيل ان الكترونين يكون نفس اعداد الكم ايه الاربعه. ايه من دول بيخالف وموجود في 2 الكترون نفس عدد الكم الاربعه؟ مش هنا، لا هو هنا، لان انت عندك 2 الكترون باصين فوق، فالاتنين نفس في الان، الاتنين برضو نفس الاتنين نفس الام الاتنين نفس ايه برضو ايه الام اس، فهتكون الاجابه رقم ب. 37 بيقول لك توزيع ذرة الفلورين في الحالة المستقرة بهذه الطريقة لا يخضع ليه. هو بيخضع طبعا للبناء التصاعدي وبيخضع لقاعدة هون، طبعا ما بيخضعش لقاعدة ايه الاستبعاد طبعا، وطبعا ده صح، هتكون الإجابة رقم ج. كده احنا خلصنا يا شباب، يا رب يكون الشرح وصل لكم، وربنا معاكم يا رب جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.